أصدقائي المصريين، من زمان وإحنا عارفين إن حضارتنا حضارة عظيمة، ونعرف كمان إن الثقافة المصرية قدرت تستوعب كل الثقافات الجديدة، وقدرت كمان تعلم العالم. بداية من النهاردة هندور على الأصل، أصل الكلمة، أصل العلم، وأصل السلوك. هنعرف أثر الحضارة المصرية علينا وعلى العالم من خلال برنامجنا الأصل. هنشوف لأي درجة إحنا محتفظين بجذورنا وتراثنا وعاداتنا وتقاليدنا من أصل مصري قديم. الأصل مع شذى الجمال على راديو كامل، محطة على المحطة. أصدقائي المصريين، كالعادة قعدنا ندور ونقلب ونشوف ونتفاجئ بالحاجات اللي أجدادنا كانوا متميزين فيها وسبقوا العالم في اكتشافها واستخدامها. تعالوا نروح النهاردة للوقاية. المصريين القدماء فهموا إن الوقاية خير من العلاج، وفهموا كمان إن المعدة موطن الأمراض، فكانوا دايما حريصين على تنظيف معدتهم بالصوم وبعض الأدوية الملينة. كانوا حريصين كمان على نظافتهم الشخصية ونظافة أدواتهم عشان ما يتعرضوش للأمراض. هيرودوت قال عن المصريين إنهم كانوا أصح الناس في الجسم بسبب الوقاية اللي كانوا حريصين عليها. هيرودوت قال عن المصريين إنهم كانوا أصح الناس في الجسم بسبب الوقاية اللي كانوا حريصين عليها، لدرجة إنهم كانوا لما يشربوا بيرة أو خمرة ما كانوش بيوصلوا لحد السكر، عشان ده ممكن يضرهم ويخليهم يفقدوا السيطرة على نفسهم. التخصص مثلا يا سيدي، الطبيب عند المصريين القدماء كان بيتخصص في مجال واحد بس، وكل واحد فاهم تخصصه ومجاله بالظبط، وده اللي فصله هيرودوت وفصل التخصصات اللي كان المصريين بيتخصصوا على أساسها. كان منها العيون، الراس، الأسنان، البطن، والأمراض الداخلية. مش بس كده، دول كمان كان عندهم حاجة شبه الكادر الوظيفي في مجال الطب، بيبدأ من الطبيب العام اللي لسه ما تخصصش في حاجة، وبعدين كبير الأطباء، وبعدين مفتش الأطباء، وفي النهاية رئيس الأطباء، وده اللي كان بيتولى كل الأمور الطبية مع الملك بنفسه وبيباشر كل تفاصيل المهنة. كنتم مع الأصل مع شذى الجمال على راديو كامل، محطة على المحطة. راديو كامل، محطة على المحطة.